ازيكم؟ فيديو الليلة حيكون كنافة بالقشطة، سهلة وسريعة ومقادير مظبوطة لعمل القشطة في البيت. يلا نشوف طريقة تحضيرها. اولا حنبتدي بالشيرة بتاعتنا، كوباية كبيرة من السكر، حنضيف عليها كوباية كبيرة من الموية وشريحة من الليمون. حنخليهم يغلوا مع بعض. اول ما يبتدوا يغلوا نحسب 5 دقايق ونطفي النار. نحن عايزين شيرة خفيفة عشان الكنافة تطلع معانا لينة. تانيا حنجهز القشطة، كوبايتين كبيرة من الحليب، قصادهم 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة، يعني كل كوباية حليب قصادها ملعقة ونص من نشا الذرة. هنضيف 3 ملاعق من السكر أو سكر على حسب الرغبة، نقلبهم على البارد في البداية لغاية ما يدوب معايا النشا والسكر. بعد كده نشغل النار تقليب مستمر لمدة 5-6 دقايق لغاية ما تطلع معانا فقاعات بالطريقة دي وقوام كريمي. كده قشطتنا جاهزة. نطفي النار ونضيف آخر حاجة علبة من القشطة الجاهزة عشان نعزز الطعم. بس لو ما عندنا علبة من القشطة ممكن نضيف ملعقة من الزبدة ومعاها فانيليا. هنقلبهم مع بعض كويس جدا بعد ما طفينا النار. وكده قشطتنا جاهزة، قوامها كريمي ورهيب زي ما انتوا شايفين. هنغطيها ونخليها على جنب. نبتدي نجهز الكنافة بتاعتنا في الكبة. عندي نص كيلو من الكنافة، هأفرمهم بالكبة. ممكن نفرمهم بالسكينة، ممكن باليد، بأي حاجة، المهم نفرمها فرم ناعم شوية بالطريقة دي. ولو كانت مجمدة كانت هتتفرم أكتر من كده، أنعم من كده، بس هي كده مناسبة معانا. هنضيف ليها 3 ملاعق كبيرة من السكر المسحون، وهنضيف كوباية من السمنة دوبتها في الميكروويف. وبعد كده نحاول نقلبهم مع بعض كويس جدا، نغلف كل الكنافة بالسمنة والسكر بالطريقة دي. هي جاهزة معانا وتغلفت تماما بالسمنة. بعد كده هنجهز صينيتنا أو القالب بتاعنا أو أي حاجة، هنمسحه بسمنة تحت، ملعقتين كده من السمنة. وبعد كده ننزل نص الكنافة، النص بس ننزلها، نضغطها كويس في الصينية ونعمل لها حواف على الصينية عشان القشطة بعدين معانا ما تطلع برا. أهم حاجة نضغطها كويس. بعد كده هننزل بالقشطة بتاعتنا، هنحاول نوزعها بس ما نوصل الأطراف. آخر حاجة هنجيب النص التاني من الكنافة، هنفرده كويس على سطح الصينية، سطح القشطة، وهنبتدي نضغط عليه شوية شوية ونقفل كامل القشطة بتاعتنا ونضغط عليه تماما. بعد ما ضغطنا عليه كويس هندخله فرن على درجة حرارة 200 شغال من فوق وتحت لغاية ما تتحمر معانا. ممكن تاخد معانا 25 دقيقة لنص ساعة. هنقلبها على صحن التقديم، وبعد كده وهي سخنة ننزل بالشيرة. وبس كده كنافتنا جاهزة. أنا خليتها بردت شوية وبعد كده زينتها بزبدة الفستق. وبكده الفيديو بتاعنا انتهى. إن شاء الله نتلاقى في فيديو جديد خفيف وسريع، في أمان الله.